السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلامة. الفيديو بتاعنا النهاردة جميل جدا جدا ومهم جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين، خلاص داخلين على المدارس وهنحتاج الوجبات دي معانا رايحين المدرسة، رايحين الدرس، رايحين الشغل. ما بين المدرسة والدرس كمان لو انت متأخرة على الغدا، الوجبات دي كلها تكون متغلفة ومحطوطة في التلاجة جاهزة. في اي وقت هتطلعي وتسخنيها، واحلى حاجه ان انت لما بتسخنيها بتطلعيها من التلاجة، ترشي رشه ميه بسيطه، بخه ميه بسيطه كده، وتوطي النار خالص في صينيه وتسخني. الحاجات دي بتبقى طعمها جميله جدا 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 كمان لما بتتسخن. عملنا 14 وجبه من كيلو دقيق بعجينه واحده، كل طعم كان مختلف عن التاني، كلهم طعمهم في منتهى الجمال. يلا بينا بقى نشوف الوجبات دي هننفذها ازاي بطريقه سهله وبسيطه. اللي لسه اول مره يشوفني، انا حنان عبد الغني من مصر، بقدم لكم اكلات وحلويات، حاجات كتير تستفادوا منها وتعجبكم. ما تنسوش لايك وكومنت ومشاركه للفيديو. وياسين جاي بقى يقول لكم عن رايه في الحاجات اللي احنا عملناها دي. احلى حاجة عجبتني فيها هي انها طرية وهشة وجميلة، والحشو اللي جواها كمان بالجبنة انا بحبها. والجبنة سايحة وطعمها بجد ملوش مثيل، جامدة ملوش مثيل، جدا. خلاص ياسين قال لكم ملوش مثيل وجامده جدا، كلنا نقوم نجربها. كمان حطينا بقى حبه البركه من الحاجات اللي عملت لنا اضافه جميله جدا جدا كمان على الميني بيتزا. يلا بينا نشوف الطريقه مع بعض. نسمي الله ونصلي ونسلم ونبارك على رسول الله. معانا نص كوبايه ميه دافيه، ومعانا باكو خميره ما يعادل معلقه هرميه خميره او معلقه ونص ممسوحه خميره من معلقه الاكل، وهنقلبهم. معلقه سكر، يبقى معلقه هرميه خميره ومعلقه سكر ونص كوبايه ميه دافيه، ونقلبهم كويس ونسيب الكوبايه دي على جنب لحد لما نتاكد ان الخميره بتاعتنا نشطه. هنا معانا كيلو دقيق، معانا معلقه ملح، معلقتين من المعلقه الصغيره سكر ما يعادل معلقه كبيره سكر. يبقى حطينا معلقه كبيره على الخميره ومعلقه على الدقيق، وهنحط معلقه كبيره معلقه بيكنج باودر من اللي هي معلقه الشاي، وخمس معالق من حجم المعلقه الكبيره دي زيت. تمام، حطينا كده الزيت بتاعنا ونبتدي نقلب الزيت مع الدقيق مع المكونات الجافة اللي هو الدقيق والسكر والملح والبيكنج باودر. هنحط كوباية لبن. طبعا احنا بنعمل حاجة لولادنا فمحتاجين ان هي تكون كاملة الدسم، او محتاجين ان هي تكون مغذية على قد ما نقدر. معانا هنا نص كوباية المية الدافية اللي احنا عملنا فيها الخميرة. هنا تقدروا كمان تستغنوا عن اللبن وتحطوا بداله مية، بس احنا طبعا بنعمل حاجة لولادنا عايزينها تكون مغذية. معانا معلقة خل. فكده حطينا كوبايه لبن ونص كوبايه ميه دافيه اللي هي مع الخميره، وهنا نص كوبايه لبن تاني، يبقى حطينا مقدار اللبن كله في العجينه بتاعتنا كوبايه ونص لبن. وزي ما انتم شايفين حاطه القشطه، يعني اللبن كده كامل الدسم. حاطين كوبايه ونص، وحطينا كمان نص كوبايه ميه دافيه. اهو انا بحط الميه في الجنب. يبقى كده استخدمنا هنستخدم حوالي كوبايه ونص لبن ونص كوبايه الميه اللي مع الخميره، يبقى كده كوبايتين. وهنحتاج كمان كوبايه ميه دافيه للعجن، يبقى المقدار السوائل كله 3 كوبايات. كوبايه ونص لبن وكوبايه ونص ميه من ضمن الكوبايه ونص النص كوبايه اللي عملنا فيها الخميره. طبعا عجنا ونسيب العجينه ترتاح، ونرجع نعجن فيها زي ما انتم شايفين كده. انا عايزه عجينه طريه، اوصل لعجينه طريه. طبعا اخر كوبايه ميه دافيه بقول لكم عليها بنحطها واحده واحده على العجينه. تمام، لان كل دقيق غير التاني. انا ما بعجن بدقيق نوع اسمه روعه بعجن بثلاث كوبايات ميه الكيلو. في دقيق تاني اسمه الرياده بعجنه بتلاتة وربع او تلاتة ونص ميه، فكل دقيق مختلف عن الدقيق التاني. فلو لقينا العجينه معانا مش طريه ويابسه شويه، نجيب ميه كده واحده واحده وننزل زي ما انتم شايفين كده بالظبط، نطري العجينه بتاعتنا واحده واحده. طبعا ده بيكون افضل لطريقه العجن، بيدينا نتيجه حلوه جدا جدا في المخبوزات بتاعتنا. بعد ما خلاص انا اديت العجينه خليتها طريه وخليتها كده فيها طراوه على قد ما قدرت، فهنحط نقطه زيت ونقطه زيت في الطبق بتاعنا، ونسيب العجينه بتاعتنا تخمر. تمام، حسب بقى الجو عندك تقدري تخمريها انت على براد ميه سخن وتغطيه بطبق. عذرا للاصوات اللي في الفيديو. المهم ان احنا بنخمر العجينه زي ما قلت لكم على براد ميه سخن، ونغطي نحط طبق تحت العجينه وبنغطي العجينه كويس، بتخمر معانا بسرعه. وادي النتيجه زي ما انتم شايفين، العجينه بتاعتنا ملت الطبق بتاعنا، وكانت عجينه بسم الله ما شاء الله بصراحه في منتهى الجمال. النتيجه كانت روعه. بنقطع بقى كده. اول حاجه انا هعملها هقطع 4 كرات بالحجم ده عشان اعمل بيهم عيش فينو. تمام، خليكم كده بقى مركزين معايا في الفيديو عشان احنا هنعمل حاجات جميلة جدا جدا، والخطوات عايزاك كلها تكون واضحة
بحيث ان شاء الله تقوموا تنفذوه على طول وتدعوا لي. بصوا قطعت كده 4 كرات كلهم كده بنفس الحجم. ايدك بقى لو انت ايدك مش ميزان، يعني ايدك مش ميزان يعني مش هتقدري تقطعي الاحجام قد بعضها، تقدري تستعيني بالميزان اللي عندك او باي معيار او مكيال عندك تقدري تستعيني بيه. هنقطع كور كده في الصواني كلها قد بعضها كده على حسب ما انت حابه المقاس، المهم انها تكون قد بعضها. يعني لما نعمل كميه باتيه او نعمل كميه ميني بيتزا تبقى كلها حلقات قد بعضها كده، يبقى شكلها حلو. هنا كده دي اول صينيه معانا، هنبتدي نفردها بالشكل ده كأننا بنعمل قرص اهو. احنا كده كورنا العجين وحطيناه في الصينية، الصواني دي كلها مدهونة دهنة زيت بسيطة. ماشي، فردنا العجين بتاعنا وجبنا كده جبنة، دي جبنة كيري بالبسطرمة، تقدر انت تحطي اي جبنة انت حباها، الجبنة دي طعمها جميل جدا، من الجبنات بقى اللي اولادك بيحبوها. كل حد فينا بيعمل اللي اولادنا بيحبوه. فردنا قطعة العجين زي القرصة كده او زي القطايف كده، ونبتدي بنحشيها كده وبنقفلها بالشكل ده، او تقدري تعمليها رول زي ما هنعمله العيش الفينو دلوقتي، مفيش مشكلة، ده كده صح وده صح، مفيش مشكلة في حاجة. اهو بنقفلها كده كويس جدا. بصوا العجينة انا ماسكاها بالعافية، العجينة طرية على قد ما تقدري، تخلي عجينتك طرية وانتي بتعجني هتديكي نتيجة هايلة. تمام، خلصنا كده، ده كده صينية الباتيه بالشكل الجميل ده. مختارش وهنا تصور عملنا كده كده على باتيه نفسك بس يعتبر بشكل متعرفش. مدور. انا حاشية جبنة دومتي، طب يعني كمان ماما حطيت عليه اللي هي حبة البركة زي ما اللي انتم هي شايفين كده، وابتديت ان انا اللي افرده حاجة بالجبنة دي بسيطة كده. بس نصيب في الحياة. دي كده كانت حتة عجينة اللي باقية معايا. هنا بقى هنفرد ونشوف هنعمل ايه في الصينية دي. اديكم شايفين هنفرد السمك بتاع العجينة بتاعتي او القرصة بتاعتي او الميني بيتزا، هتكون اقل من نص سنتي. تمام، اقل من نص سنتي. هنا بقى احنا هنجهز بسرعة معجون الطماطم، ومعانا هنا هنحط بصل بودر وتوم بودر، وهنحطه فلفل اسمر وزعتر وحبة زيت، بس كده يبقى معجون طماطم ومعانا زعتر بصل بودر توم بودر حبة ملح صغيرين وحبة فلفل اسمر وزيت، ونقلب الكلام ده كله مع بعض. ممكن الكمية دي كلها تحتاج مننا كيس واحد طماطم او اللي هي معجون طماطم، الكيس ب4 جنيه. يعني الموضوع برضو هنا فيه توفير وسهل مش صعب، ولو كمان طماطم فريش بتكون احلى واحلى. بس لازم تسبكيها على النار الاول. هنا الموضوع سهل وبسيط لان احنا كده على السريع كده فتحنا كيس الطماطم، حطينا على طول عليه التوابل والزيت، وهننزل بيه كده في الصينيه. حطيت في كيس الحلواني او تقدري في اي كيس تلاجة، او تقدري بالمعلقه كده تاخدي الصلصه وتدهني الميني بيتزا بتاعتك. حطوا بقى زيتون، حطوا الحشوات اللي انتوا حابينها. طبعا انتوا عارفين ان الفلفل الالوان فيه كميه فوائد جميله جدا جدا لاولادنا. الفلفل ضروري ان انتوا تحطوه لهم في حاجه زي دي عشان ياكلوه ويستفادوا. معانا قطع طماطم، معانا بقى جبنه رومي، حسب ما انت حابه تحشي احشي. تمام. وزي ما انتم شايفين البيتزا دي حجمها كبير على فكره، بس في التصوير باينه صغيره، حجمها كبير. وبصوا خدت قد ايه حشو، يعني خدت قطعه جبنه تركي قد ايه حشو، شايفين؟ فالموضوع ده موفر جدا جدا لينا في الحشوات. حطينا بقى اضافه روعه روعه للميني بيتزا او للبيتزا عامه، وهي حبه البركه. كده خلصنا صاج البيتزا على فكره ده الحجم الكبير. هنا هنعمل العيش الفينو. لو انتوا شايفين في اي حاجه مش واضحه وحابين ان انا اعمل لكم فيديوهات منفصله، اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله هعمل لكم فيديوهات منفصله، العيش لوحده والباتيه لوحده والميني بيتزا لوحدها. هنا حطينا بقى، بصوا العيش بتاعنا انا طبعا كنت مقطعه 4 أرغفة على جنب، وهنا حطينا جبنه دومتي وحطينا حبه البركه، ونبتدي نضغط ونلف اهو. الطريقه سهله وبسيطه. ورشينا دقيق تحت وفوق واحنا بنفرد قطعه العجينه لان هي طريه جدا. طبعا زي ما انا قلت لكم العجينه بتاعتي طريه جدا جدا اهو. بنفرد اهو فوق وتحت. عملنا وصلنا للحجم دوت. حطينا معلقتين من اللي هي معلقه الشاي جبنه دومتي او اي جبنه انتوا بتحبوها، ونبتدي نضغط. تقدروا تعملوا الباتيه بنفس الطريقه لو انتوا مش هتعملوها بالطريقه الاولى اللي انا عملتها اللي هي زي القرصايه او القطايف ونقفلها. هنا حطينا بقى طبعا القفله بتاعه الرغيف بتكون من تحت. عملنا ال4 ترغيفه همت، ولما يخمروا هنسيبهم في جنب يخمروا. معلقه لبن وندهن بيها وش العيش، معلقه لبن وندهن وش العيش
كده طبعا وفرنا، ما حطيناش صفار بيض ولا حاجه. هنا معلقه لبن بس دهنا وش العيش بتاعنا. وهنا الكميه بتاعتنا هي زي ما دي الميني بيتزا وادي الباتيه. حطيت بقى ايه انا على وش الباتيه هنا؟ حطينا معلقه صلصه من اللي هي عملنا بيها البيتزا على معلقه لبن، ودهنا بيها وش الباتيه. تمام، هيديكي لون جميل. وتقدروا لو انتوا عايزين الباتيه يكون اورنج كده زي بتاع الافران، تقدروا في قلب العجينه بتاعه الباتيه تحطوا معلقه صلصه. بس كده الموضوع مش يعني مش اكتر ولا اقل. في قلب السوائل اللي احنا هنعجن بيها الباتيه تحطوا معلقه صلصه، هتديكي اللون الاورنج او اللون الداكن بتاع الباتيه بتاع الافران. تمام، دي الكميه بتاعتي كلها اللي انا عملتها، الباتيه والعيش الفينو. مفيش حاجه اظن ان انا نسيت اقولها لكم. كل الحاجات دي كلها طعمها كان مختلف عن بعض مع انهم كانوا بعجينه واحده، بس النتيجه كانت روعه زي ما انتم شايفين. العيش الفينو والباتيه، والكاميرا كمان ظالمه، دي البيتزا الحجم الكبير، وده الباتيه الميني بيتزا. اظن الكميه ما شاء الله حلوه قوي. ودي كده ده العيش الفينو، دي الكميه يا جماعه طالعه من كيلو دقيق. تمام. طبعا انا لو حابه اعمل ميني بيتزا الحجم ده كمان كبير على الميني بيتزا اللي بيتباع بره. الحجم اللي انا عاملاه ده اكبر، يعني ممكن اعمل كميه كبيره جدا جدا ميني بيتزا. لو عملنا الكميه كلها ميني بيتزا ان شاء الله اعمل لكم فيديو ميني بيتزا بس لوحده، وعيش فينو لوحده، وكمان باتيه لوحده. لو انتوا عايزين اكتبوا لي في التعليقات. تمام، نشوف بقى النتيجه مع بعض. بصوا العيش الفينو، ايه رايكم؟ اتمنى تكتبوا لي رايكم. بصوا يا جماعه كان هش. واحلى حاجه في الموضوع ان العيش كان محشي من جوه، يعني مش هنقعد بقى نفكر هنحشي ايه ولا هنعمل ايه. بصوا بقى الجمال. وانا مبسوطه كمان من حجم او ارتفاع العيش، كان عاجبني يعني، كان حاجه كده في الوسط، مش عالي قوي ولا قليل قوي. وزي ما انتم شايفين انا بضغط. بصوا هش وجميل ازاي. احلى حاجه في العيش ده ايه بقى؟ ايه ان هو خفيف. يعني بصي هو عايزين تكليف. هو يعني انا معجب بالحاجه كلها الصراحه. يعني العيش بصوا يا كان جماعه العيش جميل قوي خفيف ازاي. وجميل ومحشي، ومش لسه ده كده كيلو هتقصي دقيق، وتعملي. كيلو دقيق. انت قلت ايه؟ بتقول ايه؟ هتبوظ لي الفيديو. المهم يا جماعه، بصوا خليكم معايا، انا مش هقص اللي ياسين قاله، ماشي؟ يلا خليك معايا يا ياسين. دي بقى الميني بيتزا، عايزه اوريكم بقى من جوه. اللي هي احلى من البيتزا ذات، اه احلى حاجه هو جاي الصراحه. النهارده يبوظ لي الفيديو، هو كده حالف ان هو يبوظ لي هي الفيديو. احلى حاجه عجبتني. بص، صغيره ايوه وجميله ايوه وفيها الجبنات. ايوه. واحلى حاجه يا وال... جماعه ان هو ارتاح وانا ارتحت عارفين صراحه. المدلعه اللي هي الكنافه المدلعه؟ ايوه، اهي دي بيتزا مدلعه. الميني بيتزا المدلع. بصوا هشه وجميله ازاي، تخليني انسى اقول انا هقول ايه. يا عم انت خلاص تبوظ لي الدنيا. بصوا بقى ما شاء الله، بصوا الجمال. كل دقيقه كده حاجه جميله كده في البيت وتفرح ولادك، وكمان انت والله هترتاحي تعمليها كده بعد ما تخلصي شغل البيت كده وانت قاعده مع ولادك بالليل كده تعمليها. جميله جدا. عايزه اوريكم بقى الاشكال كده مع بعضنا واحده واحده. دي ده الباتيه المدور اهو، والميني بيتزا. حجم البيتزا اللي تحت دي كان كبير، كان يعني الوجبات اللي انا عاملاها مش وجبات صغيره، وجبات كبيره. مش يعني لو فرد هياخدها المدرسه هتبقى حلوه جدا، مشبعه يعني. تمام. يعني لو كمان بصوا طفل صغير. ده كده الميني باتيه يعتبر، اللي هو الباتيه المدور. تمام، محشي جبنه من جوه وعليه من فوق حبه البركه. هنا ده الباتيه بتاعنا، والعيش وبدل ما الفينو. تشتريه من الشارع يعني، وممكن ايوه مش يكون مش مضمون، ايوه. فانت تعمليه في البيت مضمون ومش غالي. اه انت اعمليه. وياسين انت اللي عملت ولا ايه؟ إيه؟ انت عملت ولا ايه؟ انا صورت. انت صورت. اه صراحه ساعدني في التصوير وحط معايا الزيتون والفلفل، وكان بيساعدني صراحه. ربنا يجازيك خير يا ياسين. وزي ما انتم بقى شايفين دي الكميه كلها اللي طلعت من كيلو دقيق. هنحطها بقى دلوقتي نغلفها. والموضوع ده مهم جدا برضو، ان هو بيحافظ على المخبوزات اللي عندك دي كلها تفضل طازه وطريه لحد اخر قطعه انت تاكليها. اهم حاجه تغلفوها كويس جدا جدا باكياس تلاجة او الاسترتش راب. تغلفيها كويس، تحطيها على الرف الاولاني عندك في التلاجة، او تحطيها في الفريزر. بس هتطلعي طبعا الكميه اللي انت محتاجاها تاني يوم الصبح، هتطلعيها من قبلها بالليل، تحطيها في التلاجة او تحطيها على السفرة بره. ان شاء الله عقبال الصبح تكون فكت وطعمها بيفضل زي ما هو في منتهى الجمال. اهم حاجه التغليف صح، وان احنا نشيل الحاجات دي صح، هتفضل طعمها معانا في منتهى الجمال زي اول ما طلعت من الفرن. تمام. ما تنسوش بقى تدعموني في صفحات الفيسبوك والتيك توك كمان، وتكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. واي فيديو انتم محتاجين تشوفوه معانا في القناة اكتبوا لي في التعليقات.
وخشوا على جروب الفطير اللي على الفيسبوك. ايوه عاملين جروب على الفيسبوك، وان شاء الله نعمل لكم فيه الوجبات دي. لو انتوا حابين ان احنا نعملها لكم اوردر مفيش مشكله في حاجه، ابعتوا لي على صفحه الفيسبوك ونتواصل سوا ونعملها باذن الله. كمان بنعمل فطير مشلتت جميل جدا جدا، والقرص الفلاحي. والقراص الفلاحي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا. منتظرونا في فيديوهات تانية كتير على قناتي. حنان عبد الغني. واترككم على خير ومع الف سلامه.